يا أهلا ويا مرحبا بجميع الشباب الطيب الرغم إلى آخره من هاي المقدمة الطويلة ما من عندها فائدة. خلونا نبلش بالموضوع على طول. أيها الشباب، اللي صار ببساطة إنه أمريكا تريد تحتل العراق. مو غريبة عليهم طبعا لأن هم احتلونا بسنة 2003، ولكن الخبر هذا على مود خاف واحد يقول أمريكا ورز ده مصدر نفس ما جاي تشوفون اللواء موسوي يدعو إلى التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق. هذا ما تمنى طبعا طهران 22 تشرين لا. أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء عبد الرحيم موسوي ضرورة تنفيذ، وأكد اللواء خلال استقبال مستشار الأمن القومي العراقي اللواء قاسم الأعرجي عمق العلاقات الأخوية بين الشعبين الإيراني والعراق. وأشار رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة إلى المخطط الأمريكي الشرير لاحتلال العراق، وأضاف لو لم تشن الاعتداءات الأخيرة للكيان الصهيوني والولايات المحتلة على إيران لربما لم تكن نوايا للسيطرة على الأجواء والأراضي العراقية. وضح للجميع. وشدد موسوي ضرورة تنفيذ الاتفاقيات الأمنية بين البلدين من جانب كيف قال لا يمكن لأحد المساس بالعلاقات الخاصة والعميقة بين الشعبين. فبالمختصر احنا الفائدة الوحيدة اللي نريد نجيبها من خلال هذا اللي جاي تشوفونه هذا كله، انه اكو مخطط الامريكي لاحتلال العراق. خافوا ما احتلونا بسنة 2003. نوع اعزائي المشاهدين المرة هذا احتلال جديد، هذا الاحتلال. وبالاضافة الى هذا داعش جاي تهدد بيهم امريكا. تخيل ان امريكا اللي راسمت لك we are against the terrorists and we are don't love the terrorists and we are عندنا عداء ومشكلة مع التيروريست، تالي وقت تلقى امريكا توقف يوم. اي نعم حبيبي، اي هاي امريكا ايش وقت ما ارادت انه يطلع عليك ارهابيين تطلع، ايش وقت ما ارادت ترجع. كيف هي بعد عدعية بعد عدعية سوالف في الكاب الكوكب. خلونا نسمع محمود المشهداني. الخبر هذا طلع من اللقاء الاخير مع محمود المشهداني اللي نشر قبل يوم على وين بالله بس ما جاي تشوفون، اللي نشر على قناة الرشيد الفضائية. هذا هو. خلونا نكبر الشاشة، خلونا نسمع. الفوق والجو الدينية والشرعية والسياسية. وقالوا لهم هذا ترى احنا يعني نضرب. اي نعم. فلا تمشون هذا القانون. شيء حاولنا نفهمهم كذا الى اخره، خصوصا احنا السنه ياخذ كلامنا انه يا بد والله ما بي شيء هيكليه. هذه هو اصلا الحشد بقانون ومقرر ده ياخذ رواتب من الامريكان. يقول لك احنا لا تناقشونا. شوف الفوق يقول ما اريد، واذا سوونا عقوبات كالاتي: عقوبات سياسيه نرفع الغطاء السياسي حسب القانون اتفاقيه الاطار الاستراتيجي. عقوبات اقتصاديه نرفع الحمايه عن فلوسكم وتروح كلها للشركات. اخذهم قدامكم دكتور. ونرفع الحمايه الامنيه. والهول موجود، مخيم الهول موجود، والذئب على الابواب. مخيم الهول شنو يقصدون بالامريكان؟ مخيم الهول هو مخيم بيد عادي. دام انه امريكا جاي تهددك بدواعش، فاعلم انه امريكا ممكن كلش ان هي تسلحهم بصوره غير مباشره، او ممكن انه هي تفتح لهم طريق، تفتح لهم شوف شنو بصوره غير مباشره. احنا بس المهم انه امريكا جاي تدعم دواعش. قلنا هاي التهديدات قد تكون استفزاز يعني وهميه، يعني مناوره. احسنت. لكن افرض 5% صح نوقع به. طلع السؤال الآتي: أنتم تريدون تحمون ولدكم لو تجازفون بهم؟ لا، نحمي ولدنا. خلص، قانونهم ماشي، رواتبهم ماشية، أمورهم عدلة. هل ترتيب هذا الهيكلية نقدر نأجلها شهرين 3 4 ورا انتخابات إلى تفك الأزمة ونمشيها؟ ليش نجازف؟ شوف، احتمال كل شيء ما يصير، وإحنا كان بإمكاننا في البرلمان عبر ببساطة شخطة قلم. هذا شخطة قلم ما عندنا مشكلة. فالقوى الشيعية الكتل الشيعية اقتنعت كلها بالإجماع، ما عدا واحد من أفراد. يعني تدي القرار في البرلمان قرار جمعي طبعا 166 من يتخذون قرار يصير شرعي. 165 المراضين هم يشكلون موقف. تمام. لكنه شنو
ما يقدر يكسرون القرار. زين. فصار الامر انه مشوا مؤقتا عبروها ولذلك لا احد يتحمل المسؤوليه بمفرده ابدا. حتى مع احتواء الازمه كان المالكي له دور، مو يقول لك لا في الموضوع لانه كان ياخذ رسائل الامريكيه الكل. ماكو ولا واحد منهم حتى المتطرف جدا هو مقتنع انه سلامتهم امن. نفس ما سمعته من قبل محمود المشهداني، فامريكا لدى بسيزيه يريدون يدزون عليك دواعش، وانا كررتها اكثر من مره بالبثوث، اعيد واكرر واقول انه امريكا ما مهتمت لك. والله انت كشخص عراقي، هو تقريبا كل الدول اصلا ما مهتمت لك انت كشخص عراقي، يعني بالنهايه كل واحد وتم مصلحته، صح لو مو صح. اضافه الى هذا اكو مشكله بامريكا. المشكله بامريكا ببساطه وهي انه هي ما بي حريه مال كلام مثل ما يصورونه. يعني هم العراقي there is no freedom of speech in America and America is the mother of the freedom. اي نعم، ممكن انت تروح هناك تصير جيد، تصير تسب وتغلط وتفشر وما ادري شنو، ولكن مع هذا روح هناك وقول انه اسرائيل دوله ارهابيه. راح وين ما ادري وين، احتمال يذبوك بسجن، احتمال يعذبوك، واحتمال راح يعتبروك انت الارهابي، مع انه اسرائيل فعلا هي دوله ارهابيه. وامريكا بالاضافه لهذا تهددك بالارهابيين اللي هم الدواعش. يعني تالي وقت شوفوا ما ادري والله شغله هيك صارت، شغله صعبه يعني حتى طب دماغي. انا اقول عن هذا انه هو ارهابي، النوب هاي الدوله اهددها بهذا الارهابي، واي واحد يعارضني اقول له انه انت هذا الارهابي، بالنهايه اطلع انا هذا الارهابي. شنو هالتاخر هذا اللي صار عند امريكا؟ هذه هي امريكا دائما يصوروا لك على ان هي جنه، وعلى ان هي ام الكوكب، وهي التي تحب مصلحه الدول، وترامب يريد السلام وزعل، قال يا اخي انا موقف 8 حروب، شلون ما تعطوني جائزه السلام؟ بك الخرا انت شو سويت بجائزه السلام؟ اذا انت جاي تهدد انت العراقيين بالدواعش، يلا والله انت جاي تهدد انت العراقيين بالدواعش، تريد جائزه السلام على شيء، على صخام وجهك، على طيحان حظك، عليه من تريده؟ خاب روح اعطيه ابو البكر البغدادي بدل ما قتلته. اذا هيك انت تتحالفوا مع الدواعش وتهدد العراقيين وتقول لهم مخيم ابو الهول موجود، خاب روح اعطيه هاي الجائزه الدعدوش احسن من ما يطولك. بعد هذا الطيحان، هذا الحظ هذا الامريكي اللي ابتلينا به، ويا البروباغندا اظن يسموه، يعني انه واحد يجي ينشر لك بالاعلام انه هو خوشي، وبعدين هو بالحقيقه واحد تعبان زباله طايح حظه دبس الساقط. فهذه امريكا ما تريد مصلحتك، جايه على مود تنهبك، تريد تصفط فلوس لحد ما حتى الله يقول بس وما بعدهم ما يكملون شفط عليك بالفلوس يعني. فدير بالكم من امريكا، دير بالكم من دير بالكم والله من الكوكب كله ما ادري حسيت شي جايبوه على العراق كذا. يا اخي شو الدوله منعت، خلينا ناخذ لنا كم شغله تفيدنا من عندها ما دام انه هي دوله ميته بعد. يعني من صفحه اول ماي ماكو جفاف صار حتى بالاهوار، ومن صفحه اخرى امريكا جايه تهددك بالدعاديش، ومن صفحه اخرى اسرائيل تقول لك انا اريد احتل، ومن ايوه حروب ماكو ما تخلص، والعراقيين من هذول جاي يروحون روسيا، جاي يشبعون كتل، هذول سالفتهم دار يمين بعد بواحد. بس الملف ملتهم والله الصراحه ما عندي ذيك التفاصيل العميقه، ولا عندي ذاك التواصل العميق مع الناس اللي شغلتهم هاي الشغله على مود اعرف يعني تفاصيل هذا الموضوع. ولكن العراق مر بازمه كبيره، وهذه الازمه شلون تنحل؟ بتكاتف الشعب وترك المديولتشيه المطبلتشيه السحيجيه. تترك اي واحد يطبل، واحد سحيج، واحد يحب دوله ثانيه على حساب دولته، حتى لو ذا يحب من امريكا، روح انكس على امريكا، ما حد جابرك تبقى هنا. روح انكس، تحب ايران روح لايران، تحب تركيا روح لتركيا، تحب اسرائيل روح لاسرائيل، تحب مدري منو روح لمدري منو، تحب روسيا روح لروسيا، تحب اوكرانيا روح لاوكرانيا، روح للدوله اللي تحبها. بس لا تجي وانت عايش بهذا البلد تاخذ من خيرات هذا البلد، تشفط الاكسجين مال هذا البلد، وتقول ولا اني احب اسرائيل. تحب اسرائيل شكلك روح لاسرائيل الله يطيح حظك وعظم، ولا اني احب ايران، روح لايران الله يطيح حظك وعظم، والله انا احب تركيا، روح لتركيا طيحت حظك والله يطيح حظك وعظم. باختصار خلصوا من السحيجه. سحيجه طبعا بالفلسطيني تعني مطبلتشيه عندنا بالعراقي، واظن ما ادري احتمال نفسه كلمه الزبابيق، ما ادري الزبابيق غير معنى، احتمال معناه عيب ما ادري والله صراحه ما اعرف كلمه معنى كلمه الزبابيق. المهم فتخلصوا من السحيجه وتوحدوا كابناء وطن واحد،
وانهضوا بدولتكم وقدموا الدولة على الدين، لأن أنتم إذا تقدمون الدين على الدولة راح ناكل خيرها، راح يصير بينا ذاك كافر، ذاك مسلم، ذاك ملحد، ذاك يهودي، ذاك مسيحي، ذاك صابئي، ذاك زيدي، ذاك اسماعيلي، ذاك مدري ما عاد بعد شيء بعد اضيفه. شو اضيف يعني؟ انت جاي تشوف انه بلدك شوي بعد يحتلونه، روح دبر حالك بعد. السلام من جد الشعب، يشوفكم عودك على المقطع.